السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده باشمهندس محمود. زي ما انتم شايفين دلوقتي ماشيين في الإقماع خط مستقيم علشان نقدر ان احنا نظبط معانا اتجاه العربية في الزحمة، ونقدر ان احنا نظبط معانا سرعة العربية وحركة الدركسيون، وفي نفس الوقت نظبط عينينا في المرايات. زي ما انتم شايفين دلوقتي باشمهندس محمود بيقدر ان هو يتخطى الإقماع بوشه كويس جدا، وبقدر ان انا اقف قدامه وانا مش خايف، لان انا واثق مليون في المية من التدريبات اللي انا بديها للمتدرب معايا. طول ما انت ككابتن مش خايف على عربيتك فبتدي ثقة اعلى للشخص المتدرب، فبالتالي بياخد الجراءة ان هو يغلط، فبالتالي لما يغلط ويكررها مرة واثنين وثلاثة فيعرف النتيجة بتاعت الغلط، وانت توريها له مرة عملي تقولها له مرة نظري، فبالتالي هتثبت في دماغه اكتر ما انت تبقى قاعد جنبه وخايف عليه وكل شويه تمسك مكانه الدركسيون وتقول له حاسب حاسب. فطول ما انت بتتقن تدريبك للشخص العميل اللي معاك، طول ما انت واثق في نفسك، طول ما انت واثق ان انت بتطلع شخص من تحت ايدك، حتى لو انت مش معاه، حتى لو في قلب عربيتك بيقدر ان هو يسوق في اي مكان. زي ما انتم شايفين تدريباتنا كلها بالوش وبالظهر. ما ينفعش تسوق بوشك بس، لازم تسوق بوشك وظهرك، تبقى متمكن في الناحيتين. ما شاء الله عليه باشمهندس محمود، نتمنى له التوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده باشمهندس محمود. زي ما انتم شايفين دلوقتي في الركنة الموازي على الرصيف، طبعا بنتدرب عليها معانا عشان طبعا الكورس معانا بيبقى شامل الركنات طبعا، فلازم يبقى متدرب عليها. وفي نفس الوقت هي كتمرين مميز جدا بيميزه ان هو بيقدر يتحكم في العربية في مكان ضيق، وفي نفس الوقت حساسية الدركسيون بتاعته بتبقى افضل بالنسبة للطريق لما يطلع عليه، وفي نفس الوقت يقدر يتحكم في سرعة العربية حتى لو هو ماشي في زحمة. ما شاء الله عليه مستوى ممتاز جدا، يقدر ان هو يطلع في اي مكان، يقدر ان هو يدخل العربية في اي حتة حتى لو كانت بين عربيتين زي ما احنا شايفين دلوقتي. ما شاء الله عليه مستوى ممتاز جدا، نتمنى له التوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده باشمهندس محمود. زي ما انتم شايفين دلوقتي ماشيين في الإقماع الحرف ال، او يعتبر العمودي على الرصيف. زي ما انتم شايفين دلوقتي معانا باشمهندس محمود، لازم ان هو يقدر يبص في مراياته كويس، يتحكم في اتجاه الدركسيون بتاعه، يقدر يبص في المرايات، يتحكم في سرعة العربية، علشان لو ما عملش الخطوات دي كلها ورا بعض فبالتالي هيخبط الإقماع، او لو في الحقيقة هتبقى العربيات. زي ما انتم شايفين دلوقتي لازم ان هو بيطلع يبص في المراية بتاعته، يوجه اتجاه ظهر العربية علشان يقدر يعرف هي داخلة بين الإقماع ولا هتخبط الإقماع. زي ما انتم شايفين دلوقتي هيبدأ ان هو يرجع. لازم هو بيرجع عينه في المراية اليمين وعينه في المراية الشمال، ومطرح ما عينه تبص فهتلاقي الزاوية ضيقة او واسعة، فبالتالي هيبدأ يحدد ده عن طريق المراية، وبالتالي هيبدأ يوجه ايده على الاتجاه الصحيح. طبعا هو كده خدنا فيها وقت طويل، بس انا بالنسبه لي ما يهمنيش الوقت طالما في التدريب، انا يهمني الدقه. طول ما انت بتعمل الحاجه صح بدقه فطول ما انت ماشي صح. انما السرعه دي بتيجي مع الممارسه ديت محتاجه اكتر من مره، فانت لما تعملها اكتر من مره فبالتالي الركن هتكون بالنسبه لك حاجه سهله وشيء سلس جدا. اما بالنسبه في التدريب فهو المطلوب منه ان هو يركن العربيه بدون ما يخبط ولا قمع، وفي نفس الوقت بدون ما العربيه تبطل منه ولا ترجع تخبط الرصيف.
فبالتالي لازم يكون حذر للغايه، في نفس الوقت يقدر تحكم كلي في العربيه. طبعا هو قاعد معاه برضه صديقه الباشمهندس مدحت، هما الاتنين بيتدربوا معايا في نفس الوقت. نبص على الإيماع هنا، ما شاء الله عليه مستوى ممتاز جدا. طول ما انت ماشي بالراحة، طول ما انت محافظ على سرعة العربية، طول ما انت بتقدر تحط العربية في أي مكان بتوجهه فيه. ده تسلم يا باشمهندس محمود، نتمنى لك التوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده باشمهندس محمود، زي ما انتم شايفين دلوقتي في الاختبار النهائي اللي هو الطريق السريع. زي ما انتم شايفين ماشيين دلوقتي، ما شاء الله مستواه ممتاز جدا. قدر ان هو يعدي الركنات بتاعتنا، وقدر ان هو يعمل الخط المستقيم، وقدر ان هو يتحدى نفسه ويطلع على الطريق بدون اي خوف وبدون اي توتر. معانا باشمهندس محمود هيحب يقول الريفيو بتاعه. اتفضل يا هندسه من غير ما تبص عادي. والله يعني الواحد بفضل كابتن خالد، بفضل ربنا ثم بفضل كابتن خالد يعني اتعلم كتير في الكورس، واهو من يعني ما قعدش فترة كبيرة يعني الحمد لله، وشكرا يعني يا كابتن. كان في اي تقصير مننا او في اي حاجه؟ لا والله زي الفل يا كابتن. زي ما انتم شايفين ما شاء الله مستوى ممتاز جدا. دلوقتي ان شاء الله هنخش على النفق بتاع الملك الصالح ونطلع الجيزه عشان يوصل ان شاء الله ويقدر يروح ان شاء الله باذن الله سالم. شكرا يا باشمهندس محمود، نتمنى لك التوفيق ونتمنى نشوفك بعربيتك في اقرب فرصه معانا على الطريق. ربنا يخليك. السلام عليكم.